المحكمة. اتفضلوا. ايه اللي بتاخده ده؟ خليك في حالك يا جابر بيه، احنا مش صدقنا. اتفضل يا استاذ عاطف. لا بعد اذنك سعاده الرئيس، معلش انا النهارده ضيف شرف اللي هيتولى الدفاع عن المتهم الاستاذه المحاميه كارما سليم عبد القادر. توكيل يا سعاده الرئيس. اتفضلي يا استاذه. شكرا سيادة الرئيس. ليكي طلبات قبل المرافعه يا استاذه؟ بعد إذن سيادتك يا فندم، هو شاهد واحد بس. واحد بس؟ أيوة فندم، وموجود معانا هنا في القاعة. الرائد أيمن صقر، ضابط الواقعة ومحرر البلاغ. الرائد ايمن صقر موجود يا فندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اشهد بالحق. إزاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. أيمن بيه، بعد إذن سعادتك، هو ده محضر الضبط اللي سيادتك حررت عنه الواقعة؟ مظبوط. طب ممكن استأذن من سيادتك ان حضرتك تقرا لنا السطور اللي متعلم عليها؟ المحضر كله عند هيئة المحكمة، مش محتاج قراية. يعني يا سيدي مش هيجرى حاجة، زيادة احتياط. يعني ممكن غلط إملائي، جملة مش مقصودة، بتحصل ساعات في زحمة الشغل. مش هيحصل حاجة يعني لو حضرتك قريتها. اتفضل. ماشي. وبعد التحقق من شخصية كل منهما وأثناء حواري مع المتهم زياد جابر الكومي، تسلل إلينا رائحة غريبة من داخل السيارة، وهي رائحة اعتدنا عليها في التدريبات المعملية للعقاقير المخدرة. وعلى ذلك قمنا بتفتيش السيارة حتى عثرنا على كمية الأحراز المضبوطة من الحشيش الأفغاني داخل التابلو. عظيم يا فندم. في أي خطأ نحوي أو مطبعي في الصيغة دي؟ لا طبعا. وطبعا سيادتك ما كانش عندك إذن نيابة لضبط المتهم أو لتفتيش العربية. دي واقع التلبس يا أستاذة، مش محتاجة إذن قبض ولا تفتيش، وإلا أني واقعة فيهم بقى؟ وضع مخل في الطريق العام ولا حرز مخدر للتعاطي والإتجار؟ الاتنين طبعا. أنا أقدر أفهم الواقعة الأولانية، ولد وبنت في الطريق العام في وضع مش لطيف. لكن الواقعة التانية مخدرات، اسمح لي يعني أنا مش فاهماها. وإيه الغامض في الموضوع حضرتك؟ أنا قلت أنت قلت إنك شميت ريحة الحشيش قبل ما تفتش. مظبوط. كان في دخان حشيش؟ لا يا أستاذة، ريحة حشيش خام، ودي مش أول مرة أعملها، وأنا متدرب كويس قوي على تتبع الروائح المخدرة. عظيم جدا، بصراحة حضرتك أبهرتني. بس إحنا محتاجين ننبهر زيادة ونأكد ده. مش فاهم، نأكده إزاي؟ يعني بعد إذن سيادتك وبعد إذن سيادة المحكمة طبعا، لو ممكن حضرتك تاخد لنا لفة في القاعة كده وتقول لنا لو حد هنا معاه حشيش ولا لا. هدوء لو سمحتوا. بعد إذن سعادة الرئيس، السؤال اللي بتقوله الأستاذة ده سؤال استعراضي. الهدف منه إرباك الشاهد وتوريطه لإفساد الشهادة الأساسية في الواقعة. الاستعراض حصل يا سيادة الرئيس من الشاهد نفسه، وشرحه بمنتهى الغرور في المحضر وتحقيقات النيابة. ولو هو واثق من الشهادة بتاعته وعنده الدليل اللي أثبت عليه حالة التلبس وعمل منه ذريعة لتفتيش العربية، مش هيتوتر ولا هيرتبك. هيتفضل حضرته يستعرض قدراته ويورينا ازاي شم حرز حشيش مغلف ومقفول عليه في تابلوه العربية. الاعتراض مرفوض يا حازم بيه.
اتفضل يا سيادة الرائد، نفذ طلب الأستاذة. اتفضل. سيادتك انا واقفه جنبك من الصبح، لو كان معايا حشيش كان زمانك حضرتك شميته. لو سمحتم، لقيت حاجة يا سيادة الرائد؟ مفيش يا فندم. يعني حضرتك متاكد ان محدش هنا معاه حشيش؟ لا مفيش. جواب نهائي؟ لو سمحت يا استاذه بلاش استفزاز، انا متاكد من اجابتي. سيادتك هدي نفسك بالراحه كده بس. شكرا يا سياده الرئيس. اتفضل سعادتك. ايه ده يا أستاذة؟ مستندات البراءه. براءة؟ مش ممكن، ده حشيش يا أستاذة. يا نهار اسود. بعد اذن سعاده الرئيس، النيابه بتوجه اتهام مباشر لدفاع المتهم بحيازه نبات الحشيش علنا وفي حضره المحكمه. ده مش حشيش يا ريس. ده حشيش طبعا يا أستاذة، ريحته واضحة جدا. بالظبط كده حضرتك، ريحته واضحه جدا زي ريحه الحشيش بالظبط، بس مش حشيش. أمال إيه يا أستاذة؟ دي حنه يا فندم. حنة؟ حنه بلدي مخلوطه بمواد كيميائيه، ريحتها ريحه الحشيش بالظبط ويمكن اقوى شويه. وده سيادتك تقرير المعمل اللي عمل العينه، مرفق بيه اقرار من نفس المعمل بخلو العينه من اي مواد مخدره او مجرمه قانونا. ده صحيح. ماده كيميائيه بتستخدمها الاجهزه الامنيه لتدريب الكلاب البوليسيه في اكتشاف المخدرات. ماده كيميائيه ريحتها ريحه الحشيش وبنسبه اقوى منه 20% كمان، غير مغلفه، محطوطه في وسط ورق بينها وبين مناخير سياده الرائد نص متر، ومع ذلك ما شمهاش. مش ملفوفه ببلاستيك وموجوده في درج تابلوه العربيه. فين يا سياده الرائد حاسه الشم العظيمه اللي ابهرتنا؟ فين الدليل اللي اسست عليه حاله التلبس؟ فين الحجه اللي دمرت بيها مستقبل شاب بريء لمجرد ان هو ابن رجل اعمال مكروه من الداخليه؟ لا تنسوا الإعجاب بصفحة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.